السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة عملنا فطاير حلوة قوي، طعمها حلو جدا، بحشوة حلوة قوي. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندي بقى المكونات بتاعتها عبارة عن كيلو الا ربع من الدقيق، يعني حوالي 700 جرام، ومعلقتين من السكر، وبحط رشة صغيرة من الملح، وثلاث معالق من الزيت. هنقلبهم شوية قبل ما نحط المية. بعد كده هضيف المية واحدة واحدة لحد لما العجينة بقى تتلم معايا. هعجنها بقى كويس. انا عايزة العجينة تبقى طرية ويعني ملزقة شوية، بس في نفس الوقت يعني تبقى مش طرية قوي، يعني عشان ما تنشفش معايا في الفرن. هعجنها بقى تاني كده بايدي. لو حسيت ان هي ناشفه ممكن اضيف بس نقطتين ميه كده لغايه لما الاقيها بقى خدت القوام اللي انا عايزاه، اللي هي مش طريه قوي، هي مش كده، مش بتلزق قوي في الايد. وهسيبها بقى على جنب شويه حوالي نص ساعه علشان ترتاح كده، عشان اقدر افردها بعد كده. بعد كده بقى بحضر الحشوة. عندي نص كيلو لحمة مفرومة، هنضيف عليهم بصلاية متوسطة مفرومة، وهضيف كمان الملح والفلفل، وهنحط كمان بابريكا. هنشوحهم شوية كده لحد لما تقرب تستوي، علشان احط كمان فلفل وطماطم. الفلفل بقى فلفل حامي وفلفل رومي، وممكن على حسب الرغبة يعني ما تحطيش الفلفل الحامي. هنضيف برضو طماطميتين كده صغيرين. هقلبها شوية وبعدين هغطي عليها لحد لما تستوي شوية. بعد كده بقى بضيف شوية من البقدونس بعد ما احس ان هي خلاص استوت. بضيف معلقتين كده من البقدونس المفروم. هنرجع بقى للعجينة بتاعتنا، هنقطعها كده، هنعملها كور كده، يعني هنقطعها حوالي 7 قطع او 8.
كده انا عملتهم 7 كور كده. هنفرد بقى واحدة واحدة. طبعا بنفرد واحدة بيكون متغطيين، الباقيين بغطيهم بكيس كده عشان وشهم ما ينشفش. هننقلهم بس في الصينية دي كده كده بقى. بنفرد كده اول واحدة بالطريقة دي. هعملها بقى بايدي كده. هفضل امط فيها كده بايدي لحد لما تكبر خالص. بلفها على ايدي كده لغاية لما امطها خالص هتبقى كبيرة. يعني هفردها على قد ما اقدر. بس كده خلاص. هندهن بقى وشها بالسمنة او الزبدة. هنوزعها كويس كده. بعد كده هنطبقها بقى كده بالطول. وبعدين هنحط بقى الحشوة. هنوزعها بالطول كده. بس هقفل عليها بقى من الجناب. هنحطها بقى في الصاج هيكون مدهون سمنة او زيت. هنعمل بقى كل الوحدات بنفس الطريقة. انا كده خلاص خلصت الكمية كلها. هنعمل بقى الوش كده بالبيض. هنضرب بيضة كده بشوكة، هنضربها مع شوية فلفل، وممكن احط بابريكا برضو عشان يخلي اللون حلو. هنحطها بقى في الفرن حوالي نص ساعة على درجة 180 لحد لما تاخد وش. وممكن افتح عليها الشواية برضو علشان تاخد اللون الحلو ده. بجد طعمها حلو جدا، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك للفيديو لو عجبكم، وبألف هنا وشفا.